السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا احنا في رجب وخلاص رمضان على الابواب. فلازم نعمل حاجات بقى نفرزها وحاجات نشيلها كده في التلاجة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية كلها بخير يا رب وسلام. ينعاد عليكم بالخير والبركات يا رب. النهاردة أول التفريزات بتاعتنا الطماطم زي ما انتم شايفين ابتدت بقى ترخص، كيلو ونص ب10. فقلت بقى ايه ابتدي اجيب عشان ايه اخزن لرمضان. دي اول حاجة هنعملها. غسلتها حلوة قوي ورحت جايه مقطعاها زي ما انتم شايفين، وحطها بقى ايه على النار كده تغلي لها غلوتين حلوين كده لحد بس ما تستوي، وبعد كده هنوريكم هنعمل ايه. الطماطم زي ما انتوا شفتوا حطيتها على النار، هضربها بقى في الخلاط، وجبت البزلة وفصصتها اهي زي ما انتوا شايفين، وادي القلقاس. وطبعا مكملين طبعا في تفريزات رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. القلقاس بتاعنا هو تقطعناه زي ما انتوا شايفين، في بقى الجزر وفي السبانخ اهيت لسه بقى ايه هنقطعها كده مع بعض برضو، ومكملين تفريزات رمضان. بعد ما غسلناها زي ما انتوا شايفين حطيتها على النار، تبتدي تقل بقى شوية شوية كده لحد ما تنزل المية بتاعتها كلها. هسيبها على النار كده وهوطي عليها لحد ما تستوي كده، تاخد الغلوة بتاعتها والمية بتاعتها تنشف اهي. استوت قلت اهي زي ما انتوا شايفين، والمية بتاعتها خلاص نشفت، مفيهاش الا مية بسيطة خالص، حاجات بسيطة. هسيبها بقى تبرد خالص وهبتدي بقى ايه اعبيها. السبانخ بعد ما عملناها ومكملين في خزين رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه كمان. المخلل بتاعنا اللي هو اللفت زي ما انتوا شايفين نزل اهوت، نزل خالص ونزل المية بتاعته اللي فيه لما حطيت عليه ملح وسبته لتاني يوم. دلوقتي بقى هاخده واعبيه في البرطمان، وهحط عليه لو عندك قرنين فلفل ولا حاجة كده حاميين ممكن تحطيهم عليه عشان يدوله طعم حلو. والبنجر اللي هو دوت او الشمندر هقطع زي ما انتوا شايفين، انا مقطع نص واحدة، هاخدها احطها على وشه عشان تديله بقى ايه اللون اللي هو اللي احنا بناكله، لون البامبي الحلو ده. انتوا شايفين اهوت عملنا برطمان المخلل اللفت زي ما انتوا شايفين، زي الفل زي الفل. ومكملين في تفريزات رمضان ومخللات رمضان. ومعانا الليمون اهوت، جايبين ليمون اهوت زي ما انتوا شايفينه، هنخلله بردك مع بعض كده. يلا الشطاري كده وهاتي كل يوم حاجة واعملي، يلا فرزي رمضان واعملي المخللات، وكل سنة وانتوا طيبين. الليمون بتاعنا زي ما انتوا شايفين خليته زي الفل. دلوقتي بقى هعمل ايه، هجيب الليمونة كده واعملها اقطعها بالسكينة خط بالطول وخط بالعرض زي علامة البلاس كده زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى كل الكمية ديت هعملها وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. كده خلصنا كل الكمية زي ما انتوا شايفين اهيت، عملناها اهيت، قطعناها من هنا بالطول وبالعرض اللي هي علامة البلاس زي ما انتوا شايفين كده. هسخن بقى مية
سخنة على النار. احط حلة احط فيها مية سخنة، وهاخد بقى الليمون بتاعي واحطه في الحلة ياخد له غلوة كده، ونشوف هنعمل ايه. كده بعد ما طلعنا الليمون من المية بتاعته زي ما انتوا شايفين، بسيبه يبرد بقى. ده الحشو بتاعه، جايبه عصفر وحبة البركة وملح، هو ده بس الحشو بتاعه. هنقلب بقى كله مع بعضه كده. قلبنا كل الحشو زي ما انتوا شايفين اهو. هبتدي اخد بقى ليمونه ليمونه كده واحط فيها حشو كده، واخد غيرها. لما اعمل بقى الكميه كلها هجيب بقى برطمان وابتدي بقى ايه احط فيه اللي انا عملته. وطبعا هنوريكم كل حاجه. انا عامله بردك الليمون قبل كده في القناه، وعامله اللفت وكل الحاجات اللي انا فرستها دي كنت عاملاها قبل كده في رمضان، وبعملها لكم تاني عشان اللي ما شافش الفيديوهات القديمه يشوف جديد، ويشوف الطريقه والتخزين بتاعها السهل. ما بياخدش منك اي حاجه، وتبقى حاجه موجوده عندك في البيت. لو عوزتي اي حاجه بدل ما تنزلي والحاجه عماله تغلى، تبقى عندك موجوده في البيت. ادي الليمون. هكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. وكده عملنا الليمون بتاعنا اهوت، وعملنا اللفت زي ما انتوا شايفين، زي الفل زي الفل. ولسه مكملين في تفريزات رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين. كده خلصنا التفريزات اللي احنا كنا بنفرزها. عملنا البزلة وعملنا السبانخ والقلقاس والبامية والطماطم، وعملنا المخللات. ويا رب يكون الفيديو بقى بتاعي عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير، ومكملين في تفريزات رمضان. واوعوا تنسوا بقى اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.